هو المفروض بهاي العطسة يكون نزل بوست على ثريد صح ولا كيف؟ وين الفخامة؟ بس في خبر محزن اللي هو انه يا فرحة ما تمت. فيديو اليوم عن التطبيق الجديد ثريدز. خلينا نبلش. كيف كان يا باشا؟ سافا بيبي. مبدئيا خلينا نوصل هذا الفيديو 100,000 لايك معلم. اوكي شعراتي زابطين بنات. يو لايك ات. برنامج ثريدز تطبيق صار له شيء اسبوع نازل على السوق وعلى السوشيال ميديا، وحرفيا صار عليه اكثر من 100 مليون عملية تحميل. ظراف خفاف يعني كأن عم تقول كل سكان مصر حملوه تقريبا. تطبيق كلكم صرتوا بتعرفوه، عملته شركة ميتا التابعة لانستغرام وفيسبوك او العكس، واللي اصلا شركة ميتا تابعة لمارك زوكربرجر. مش عارف ليش اسمه لهالدرجة صعب، بس بني ادم معه كتير فلوس. هلا هذا التطبيق بيشبه كتير برنامج تويتر وصار منافس كبير لإله، بس مع الضجة اللي صار لتطبيق ثريدز في احتمال يفشل لو ما شركة ميتا طوروا له البرنامج. ليش؟ هحكي لكم لقدام شوي. طيب قبل ما يطلع هذا البرنامج شو صار؟ هذا الشخص اسمه ايلون ماسك، اسم على مسمى ما شاء الله ماسك مليارات الدولارات. ماسك فهمتوها؟ ايلون ماسك صاحب اكبر شركة سيارات كهربائية بالعالم. شايف السيارة يلي علامتها على شكل تي وهيك شكلها مثل الزلحفة وحقها كتير فلوس، واذا كبيت عليها مي بتخرب. حرفيا هي كتير غالية وما بنصح حدا يشتريها، لانه اذا فضي شحنة لازم تشحنها بالباور بانك مش بالبنزين. طبعا ايلون صاحب شركة تسلا وشركات تانية ضخمة مثل اكس سبيس للصواريخ والاقمار الصناعية. حرفيا واو. بتلاقي كل يومين طالع بصاروخ على القمر يشرب قهوة ويرجع. كلمة فاضي يعني، عادي الموضوع عنده. واخر شي برنامج العصفور الازرق تويتر، هاد كمان لإله. يعني ما تفكر انه الزلمة ما عنده براءة اختراع، ما شاء الله حوله ديكستر مش هيك. وازيدك من الشعر بيت، اغنى رجل في العالم. سمعتوا صوت البلعة بالمايك ولا لسه؟ لك أن تتخيل إنه هذا البني آدم قديش معه فلوس؟ مستحيل يعني. طيب شيء تاني، هذا الشخص اسمه مارك زوكربرجر، يعد من ثالث أغنياء العالم ومعه شيء 100 مليار دولار. افضى عرضه. بيمتلك فيسبوك وانستغرام وواتساب وحرفيا شركة ميتا كلها لإله. بني آدم متواضع جدا، مخترع السوشيال ميديا. هدول الاثنين من فترة قصيرة قرروا يلعبوا ملاكمة. ما تسألني كيف وليش، هيك فاضيين. قال لك معنا فلوس كتير، ليش ما بنخبط بعض؟ يلا نحن اغنى اثنين بالعالم، يلا نقبر بعض. قمة الفضاوة. وهن بالاساس بيكرهوا بعض وعملوا كتير مشاكل على السوشيال ميديا من قبل، وبيضلوا بيتجادلوا على موضوع الذكاء الاصطناعي. تركوا كل شيء خلص الذكاء الاصطناعي. بتحطه على الفوتوشوب بيعمل لك وراك قرد، بيعمل لك قصة عملة. تحس فيهم خلطة من اليوتيوبرز حاجات الذكر. شو السبب وليش قرروا يعملوا ملاكمة؟ ايلون ماسك راح نزل تويته على تويتر. طبعا كل واحد بينزل على برنامجه، اوكي. يعني مثلا لو انا عندي 100,000 على فيسبوك ومليون على انستغرام، واصلا فيسبوك بيكون لإلي وانستغرام مش لإلي، بروح بنزل على فيسبوك. ليش اروح انزل بالانستغرام؟ فاخونا راح نزل بتويتر كونه تويتر لإله، وتحدى فيه مارك وكتب I am up for a catch match if he is lol. يعني انا جاهز انزل بمصارعة بالقفص اذا هو بده يعني. وبالمقابل بيرد عليه مارك بيقول له send me location baby. العمى ما في مزح ابدا. ما صدقوا الله يعملوا ملاكمة عمى. صراع الاغنياء. بتحس بكل بوكس حيضربوه حيوقع من كل واحد 100,000 دولار. نيال يلي حيحضر المباراة حشات الذكر مش طبيعي. بس بتوقع مارك يفوز وبقوة. بحس البنية الجسدية تبعه اقوى من ايلون. المسكين هذا صار شايب عمره 45 سنة، قرشه مترين لقدام. اما مارك يعني شوف بتحسه لسه شاب، لسه بيطلع منه عضلات. بينزل على النادي ياخد سيريس ماس وبروتينات، بصير بيفطر شوفان عند الصبح وبينبرر. هلا الرابط العجيب بيناتهم انه الاثنين ما بيطلع لهم دقن. ومش كامله اصلا. هذا ندل على شيء، فهو انه الدقن ليست ضروريه لحتى تكون ذكي ومعك فلوس. وهدول الاثنين اكبر مثال. عادي اذا كنت بني ادم دقنك مو كامله، اتس اوكي، في امل. سعاد وسميره مقرر نعمل فايت بلاس فيغاس. صراحه كتير متحمس لهي المباراه، ولو قدرت احضر الفايت ما راح اقول لا اذا ببعتوا لي انفيتيشن. يعني حاسس حيعدوا رؤوس اموال. حاسس الجماهير عباره عن كنز. ما حيجيبوا ناس على شكالتي وشكالتك يروحوا يتابعوا اللي يعملوا لك ايفنت للانفلونسرز. حس الجماهير قبل ما تروح لازم يشيكوا حسابهم البنك اذا فيه اقل من 10 مليار
$100 ما مستحيل يدخل. طيب بهاي الاثناء شو صار؟ مارك برجر فجر مفاجأة من العيار الثقيل جدا، واللي هو تطبيق ثريدز، وهذا حرفيا منافس لتويتر بشكل رهيب. ليش؟ لانه مربوط بشكل كلي مع الانستغرام، وحتى فيك تسجل دخول عليه عن طريق الانستا، يعني ما في داعي تعمل حساب وابصر شو، وحتى اسم حسابك حيكون نفس الانستا، يعني عرفت؟ هاي الميزه كتير حلوه. وفي ميزه برضو كمان احلى، اللي هو انه بس تنزل بوست على البرنامج فيك تعمل له شير على ستوري الانستغرام بثانيه، عرفت؟ انا حرفيا لحد الان ما بعرف انزل بوست على تويتر، تخيل قديش معقد البرنامج. بس برضو لا يخلو الامر انه ما يكون برنامج قوي وعنده معجبين كتار. فعليا التطبيق كتير كان دخوله على الساحه قوي بشكل فظيع، خاصه انه اجى بوقت الترند تبع المصارعه الاغنياء ومارك وزوكربيرج وشاورما. بس بالمقابل تويتر قرر يرفع قضيه على ميتا بسبب ثريدز، كونه منافس قوي لبرنامج تويتر. انه كيف يعني مارك برجر قاعد بيسرق افكاره لشاورما؟ مشاكل اغنياء الله. مش عارف تويتر شو فارقه معهم صراحه. بتحس تويتر مثل وحده زوجها تزوج عليها هيك ونزلت على ضره. خلاص يا عمي شو بدك فيه اتركه. يعني اقسم بالله اللي بيسمع بيصدق انه عرفت انه ثريدز واو. حرفيا تويتر تخطى مليار عمليه تحميل، حاطين عينهم على 100 مليون تحميل. نفسي اوصل لهي المرحله من المشاكل والله. على فكره صح هذا البرنامج جاب ضجه كبيره، بس بنظري هذا لا يعني انه البرنامج يكمل وينجح مثل ما هو، الا اذا عدلوا عليه. يعني عادي جدا هذا البرنامج يوقف والناس تمل منه، ترى فيه كثير عيوب بتخوف. يعني مثلا اذا اجاك حظر على ثريدز حيصير تلقائيا حظر على انستا. يعني اذا اجاك حظر على ثريدز مثلا حظروك من الكومنتات، تلقائيا حتنحظر على انستغرام. شو من الغباء هذا كونه الاثنين مربوطين بحساب واحد؟ اي اسوأ شيء ممكن يصير معك لو واجهتك هاي المشكله. المشكله الثانيه انه اذا نزلت بوست على ثريدز ما فيك تعدل عليه. امبارح عملت ريبوست لثريدز عمله مستر بيست، عاد الان ما عم بعرف اشيله. يعني ما في طريقه غير انه تحذف البوست بدون ما تعدل عليه. ما فيك تعدل، كيف بدك تعدل؟ هلا هي ما أنا مشكله كبيره بس غليظه نوعا ما وبنحتاجها، يعني لازم نعدل على البوست باشا. المشكله الثالثه انه لازم يكون عندك حساب على انستا كرمال تفتح حساب على ثريدز، وبتويتر كل هاي الامور ما بتحتاجها وما بتشوفها، هيك دغري بتفتح السلام عليكم بيجرك اليمين بتحط رجلك خش يا معلم. والصدمه الاكبر انه اذا جيت تحذف البرنامج ما بينحذف. تقيل دم. ليش؟ خير ايش في؟ ابن البطه السوداء تقدر تعطله للبرنامج بس ما فيك تحذفه من موبايلك، الا اذا حذفت الانستغرام حتقدر تحذفه. تحسه مثل اخو خطيبتك هيك، وين ما تروح هو ملزق زنخ زنخ، حتى الزناخه بتستحي منه. لا وخذ لك كمان اذا حذفت حسابك على ثريدز حسابك على الانستغرام حيرفرف، حينحذف معه كمان. مش عارف بس يعني ديروا بالكم على حساباتكم يا جماعه. وغير هيك بتقدر تبعت رساله لحدا او تحكي فيه او يكون في دي امز بالبرنامج. مش عارف شو الفكره من هاي الحركه، بس اظن عشان تضطر تنزل انستغرام تتواصل هنيك. غريب جدا. زائد ما فيه هاشتاجات على عكس تويتر تماما. ولو شفت حدا منزل صوره وحبيت تسيفها عندك على الموبايل ما فيك تعملها. ايه يا اخي متنحين نحن، عملنا سكرين شوت. هذا الموجود لكم زنخ زنخ. فيه كتير عيوب للأمانة. لهيك يعني تويتر مو مستاهلة ترفعوا عليهم قضية، يعني البرنامج عايف حاله يعني. والله هيك برنامج بس لحتى ينزل بوست والسلام عليكم، أقدر من هيك ما فيك تعمل. ترفعوا عليهم قضية خلاص بكرة الناس بتطفش لحالها. هذا الثريدز تبعي لو حبيتوا تابعوني عليه، بربح سيارات تسلا. لا كذاب انا، صح كذاب، بس يعني لازم تتابعوني. شوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام لسلحف الكرام. تشاو. خليني اشلح الكنزة. ترى دفعت 120 درهم كرمال اطبع على الكنزتين. اوكي حطوا لايك. فاكرين افتر افكت وعملتها؟ لا بدلت كنزتين بس. اوكي باشا.